تخيلوا بنت صغيرة لسه ما كملتش 15 سنة، في سن المفروض تلعب فيه مع أصحابها وتذاكر وتفكر في أحلامها البسيطة. فجأة تلاقي نفسها عروسة لابسة فستان أبيض والناس حواليها بيزغردوا ويضحكوا وهي مش فاهمة إيه اللي بيحصل. القصة دي مش فيلم ولا خيال، دي حكاية حقيقية من قلب الريف المصري. البنت اسمها سلمى، أو خلينا نقول ده اسم مستعار عشان نحافظ على خصوصيتها. سلمى كانت في تانية إعدادي، بتحب المدرسة جداً وكان حلمها تبقى مدرسة رياضيات. لكن الظروف كانت أصعب من أحلامها. أبوها راجل بسيط شغال باليومية في الأراضي الزراعية، بالكاد بيجيب قوت يومه. وأمها ست بيت عندها 5 أولاد، والبيت كله عايش في فقر وضغط. في يوم جاء عريس يكبر سلمى ب12 سنة، عنده أرض وبيت وأسرته، قالت دي فرصة ما تتعوضش، نأمن مستقبل البنت ونخفف الحمل عننا. سلمى حاولت تقول أنا لسه صغيرة، نفسي أكمل دراستي، لكن مين هيسمع صوتها؟ الكلمة الأولى والأخيرة كانت للأهل. وفي ليلة سريعة جداً لقت نفسها عروسة. من اللحظة الأولى وهي مش مستوعبة، لسه بتحب تذاكر وتلعب بالعرايس الصغيرة، وفجأة مطلوبة منها تطبخ وتخدم وتتحمل مسؤولية بيت وزوج. الزوج شافها صغيرة، لكن في نفس الوقت عايزها تبقى زوجة كاملة زي أي ست كبيرة. الضغوط النفسية كانت رهيبة، دموعها كل ليلة بتنزل وهي مش لاقية حد تشتكيله. ومع مرور شهور قليلة اكتشفت إنها حامل، بنت عندها 15 سنة ولسه جسمها ما اكتملش، دلوقتي هتبقى أم. الحمل كان صعب جداً عليها، اتنقلت المستشفى أكتر من مرة. الأطباء كانوا بيقولوا الطفلة دي مش جاهزة تولد، ده خطر كبير عليها، لكنها ما كانش عندها اختيار. ولما جت لحظة الولادة كانت أصعب أيام حياتها، الألم أكبر من سنها وجسمها، لكن في النهاية وضعت أول طفل وهي لسه في 16 من عمرها. الطفل اتولد ضعيف واحتاج رعاية خاصة. سلمى كانت تبص لابنها ومش عارفة تفرح ولا تعيط، كانت بتقول لنفسها أنا لسه طفلة، إزاي هعرف أربي طفل تاني زيي؟ السنين عدت بسرعة، لكنها ما كانتش سنين سعادة. زوجها بدأ يتضايق من صغر سنها من عدم خبرتها في شؤون البيت. أهلها حسوا إنهم خلصوا مسؤوليتهم، وهي واقفة في النص، لا قادرة ترجع طفلة ولا قادرة تعيش كزوجة ناضجة. وبعد 3 سنين مليانين دموع ومشاكل حصل الطلاق. سلمى رجعت بيت أهلها وهي عندها 18 سنة بس، لكن مطلقة ومعاها طفل صغير محتاج رعاية. لا قدرت تكمل تعليمها ولا قدرت تحقق حلمها ولا حتى عاشت حياة زوجية مستقرة. قصة سلمى مش حالة فردية، دي مأساة بتتكرر مع آلاف البنات في القرى والنجوع. بنات بيسيبوا طفولتهم على عتبة بيت الزوجية وبيشيلوا فوق طاقتهم لمجرد إن المجتمع شايف إن الجواز ستر. لكن الحقيقة إن الجواز المبكر مش ستر، الجواز المبكر ضياع عمر ومستقبل وضغط نفسي وجسدي وحرمان من أبسط حقوق البنت. يمكن قصتها تكون رسالة لينا كلنا، إن البنت محتاجة فرصة تعيش سنها، تكمل تعليمها وتكبر وهي عارفة تختار بنفسها، مش عشان مجرد كلمة نسترها نرميها في حياة أكبر منها. فكروا معايا، هل فعلاً تأمين مستقبل البنت بيكون بالجواز المبكر، ولا بالعكس بتأمين تعليمها وصحتها وحقها في حياة كريمة؟ يمكن قصة سلمى تكون جرس إنذار عشان ما نشوفش بنات تانية يضيعوا بنفس الطريقة.